استعدادا لكأس الأمم الإفريقية هنتكلم في الحلقة الأولى عن عظيم القارة السمراء صاحب أكبر عدد ألقاب المنتخب المصري. تأسس المنتخب المصري عام 1920. قليل من الإحصائيات: المباراة الدولية الأولى مع منتخب إيطاليا 28/9/1920 وهزم المنتخب 2-1. الهداف التاريخي للمنتخب المصري: الهداف حسام حسن برصيد 68 هدف. اللاعب الأكثر مشاركة مع المنتخب: الصقر أحمد حسن برصيد 184 مباراة. أكبر فوز كان على لاوس 15-0 بتاريخ 15/11 سنة 1963. أكبر هزيمة كانت من إيطاليا 11-3 بتاريخ 10/6/1928. قليل من الإنجازات: كأس الأمم الإفريقية 7 مرات وصيف 3 مرات. كأس الأمم الأفرو أسيوية وصيف مرتين. كأس العالم كان أول فريق عربي وإفريقي يصل لكأس العالم ولكنه صعد 3 مرات، لم يتجاوز دور المجموعات. كأس العرب مرة. دورة الألعاب العربية 4 مرات. كأس فلسطين للأمم مرتين. أما عن الكأس المفضلة إفريقيا، بدأت البطولة بأربعة فرق: مصر، السودان، أثيوبيا، جنوب أفريقيا. فاز المنتخب بأول بطولة لإفريقيا عام 1957 بأرض السودان، وكان الهداف محمد دياب العطار برصيد 5 أهداف، نجم الاتحاد السكندري في ذلك الوقت. ثم تأتي البطولة التالية عام 1959 على أرض مصر، يشارك فيها 3 فرق: مصر، السودان، أثيوبيا، وتفوز مصر بها وتحتفظ باللقب، ويكون الهداف المدرب الكبير محمود الجوهري برصيد 3 أهداف، لاعب الأهلي في ذلك الوقت. أما عن البطولة التالية عام 1961 بأثيوبيا، شارك فيها مصر، تونس، أوغندا، أثيوبيا، وحقق فيها المنتخب المصري الوصافة على حساب المنتخب الأثيوبي. يبتعد المنتخب المصري عن النهائي كثيرا حتى عام 1986 بعدما استضافت مصر البطولة للمرة الثالثة بعد عام 1959 وعام 1974. يصعد المنتخب المصري أول مجموعته بفارق الأهداف. المجموعة كانت تضم السنغال، ساحل العاج، موزمبيق، ليواجه المغرب ويفوز 1-0، ثم يواجه الكاميرون في النهائي ويتغلب عليها بركلات الترجيح ليرجع بالكأس الثالثة. يبتعد أيضا حتى عام 1998 ببوركينا فاسو ليكون في مجموعة من المغرب، زامبيا، موزمبيق، ويصعد ثانيا ليواجه ساحل العاج ويتغلب عليها بركلات الترجيح، ليواجه صاحبة الأرض والجمهور بوركينا فاسو ويتغلب عليها 2-0، ليواجه في النهائي جنوب أفريقيا صاحبة اللقب ويتغلب عليها 2-0. كان الهداف حسام حسن برصيد 7 أهداف. ثم تستضيف البطولة للمرة الرابعة عام 2006 بالجيل الذهبي. يصعد أول مجموعته التي تضم ساحل العاج، المغرب، ليبيا، ليواجه الكونغو ويتغلب عليها 4-1، ثم السنغال 2-1، ليواجه ساحل العاج في النهائي مرة ثانية ويتغلب عليها بركلات الترجيح. يذهب حامل اللقب للبطولة التالية عام 2008 بغانا. كالعادة يكون أول مجموعته التي تضم الكاميرون، زامبيا، السودان، ليواجه أنغولا وينتصر عليها 2-1، ثم ساحل العاج ليفوز عليها 4-1، ليواجه الكاميرون مرة أخرى بالنهائي ليعود بالكأس بعد فوز 1-0. ليتجه البطل للبطولة التالية في أنغولا عام 2010. كالعادة أول مجموعته التي تضم نيجيريا، بنين، موزمبيق، ليواجه الكاميرون ويتغلب عليها 3-1، ويواجه الجزائر ويتغلب عليها 4-0، ليواجه في النهائي غانا ويتغلب عليها 1-0. أحرز الهدف هداف البطولة البديل الخارق محمد ناجي جدو لاعب الاتحاد السكندري في ذلك الوقت، ليكون أول فريق يحتفظ بالبطولة 3 مرات متتالية، ويكون الاتحاد السكندري صاحب هدافين في البطولة. لم يتغيب كثيرا عن النهائي ولكنه حضر كوصيف في بطولتي عام 2017 وعام 2021. أما عن بطولة هذا العام بساحل العاج، تدخل مصر البطولة في المجموعة الثانية رفقة غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق. نتمنى له كل التوفيق والعودة بالنجمة الثامنة.